هلو جيلس، وحشتوني جدا. 5 وحشتوني. الحمد لله انا بقيت تمام، رجعت بالسلامه. عايزه لكم تدعولي. لسه في وجع بسيط بس احسن الحمد لله بكتير. بس انا جايه النهارده اقول لكم ان انا كويسه الحمد لله، وان احنا هننزل الخميس ده ان شاء الله. استنوا فيديو هنتكلم عن طرق المذاكره، كل طرق المذاكرة ممكن تستخدموها. وهنتكلم كمان في فيديو تاني عن ازاي نظبط المذاكرة في رمضان، هنزله لكم قبل رمضان ان شاء الله. وهحاول على قد ما اقدر انزل كل حد وخميس، يعني هنزل يوم الاحد ويوم الخميس. والفيديو ده هنزله لكم على طول اول ما اخلص تصويره هنزله لكم على طول. مجهزه لكم هنا دي طرق المذاكرة، ومجهزه لكم كمان المذاكرة في رمضان، وهصوره لكم النهاردة ان شاء الله وانزلها لكم في الميعاد اللي اتفقنا عليه. وبس انا بجد بحبكم قوي، واشكر كل اللي كلموني واللي دخلوا يطمنوا عليا، وكل الناس اللي كانت بتدعي لي. بجد شكرا جدا، وحبيت اطمنكم عليا. انا بقيت كويسه الحمد لله، ومش هنتاخر تاني في الفيديوهات خلاص. خدنا بريك 3 اسابيع اهو بس عشان ما كنتش قادره اتكلم خالص. وهنرجع كويسين ان شاء الله. بس بجد عايزه اقول لكم، علشان في ناس كتير بتدخل تتكلم معايا في البوينت دي. يا جماعه انتوا مش متاخرين. انا نفسي بدات اشد في اخر 12، وهو دلوقتي احنا في اول 2، فما عداش غير شهر واحد. وانتوا كل اللي بيكلموني ما شاء الله معظمكم ما بتكونوش كنتوا لسه هتبداوا، يعني انتوا بتبقوا مخلصين حاجات كتير. ما فيش حد متاخر ولا حاجه، تقدروا تلموا في الفتره اللي جايه، ومحدش يكسل. احنا في اهم شهور السنه، اللي فات حاجه واللي جاي ده اهم بكتير. واعملوا اللي عليكم وربنا هيكرمكم. وبجد انا بفضل اقول لكم ان انتوا معاكم وقت لحد قبل الامتحان. يعني قبل الامتحان لو في حاجه سؤال قبلك ومش عارفاه، شوفيه من الاجابات، لان انت ممكن شوفيه وحليه واعرفي الفكره فيه، لان انت ممكن تدخلي في الامتحان تبقى هديه من ربنا ان انت شايفه السؤال ده قبل ما تدخلي اللجنه. انت متخيله؟ يعني انت اصلا ممكن ما تكونيش كنتي عارفه السؤال وشفتيه الصبح قبل ما تنزلي من البيت، وظهر قدامك كده فجاه سبحان الله. فعادي بكل هدوء، معرفتيش تحليه هتدخلي على الاجابات ورا، هتشوفي حله ازاي وتكتبي بايدك مره وتنزلي. ممكن تنزلي وتروحي الامتحان تلاقيه في الامتحان بيكون سؤال عليه 5 درجات، يعني ب1%، 1 وحاجه في المية. فهتبقى هدايا من ربنا، مفيش حاجه مستحيله، مفيش حاجه متاخره. واعملوا اللي عليكم وان شاء الله ربنا هيكرمكم. لو عاوزتوا اي حاجه ابعتولي، والفيديو ده هنزله لكم. اي حد محتاج اي حاجه، كان في كتير قوي كلموني ان هم عايزين الانجليزي بالديتيلز كنت بذاكره ازاي. حاضر هحاول اعمل لكم الفيديو ده بعد فيديو رمضان وفيديو المذاكره. واي حد عايز اي حاجه يكتب لي في الكومنتس في الفيديو ده، وانا هخلي الفيديو ده كده كل شويه ارجع له واشوف مثلا انتوا كنتوا عايزين ايه واعمل لكم الفيديو اللي انتوا عايزينه. وبس. بجد يا جماعه والله ما تستهونوش وما تكسلوش خالص خالص خالص. وبجد اعملوا هايلايت كده، او اعملوا ستيكي نوت حطيها قدامك، اكتبي فيها حلمك، وخلي دي كل يوم تبصي عليه. خليها في مكان كده جنب الكتب، مكان ظاهر جدا، كل يوم تبصي عليها، عشان حسيتي ان انت عايزه تنامي او مكسله او مش عايزه تذاكري النهارده تشوفيها وتقوم تذاكري. ما تعدوش يوم من غير ما تذاكروا فيه، ما تعدوش يوم من غير ما تذاكروا فيه. وخلاص اللي فات خلاص ما تفكروش فيه تاني، المهم اللي جاي. اللي لسه ما بدأش خالص، ولو بدأ والله لو بدأ من النهارده انا بحلف يا جماعه، لو بدأ من النهارده لحد الامتحان جد 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 هيوصل. ولو حتى ربنا مش كاتب له كليه معينه هيعوضه في الكليه، هيعوضه في حاجه تانية. يعني كده كده حقك ما بيضيعش. وليس الانسان الا ما سعى، ربنا بس مستني مننا السعي. ربنا ما قالكش استنى نتيجه ابدا. ربنا هيبقى شايفك انت بتعمل ايه وعارف ان انت تعبت. بس ده كان فيديو النهارده، ومتنسوش تعملوا لايك كومنت سبسكرايب. بحبكم قوي قوي قوي. باي.